في مثل بيقول اسعد نفسك بأقل الإمكانيات المتوفرة عندك. شوف انت عايز تسافر مثلا ودول أوروبا أو أمريكا صعبة عليك، ابدأ بالدول السهلة. عايز مثلا تسافر ألمانيا عشان تشتغل، ابدأ ان انت تتعلم اللغة، اشتغل على نفسك كتير، اشتغل على الامكانيات اللي عندك. وفي حاجة كمان عايز اقول لكم عليها، ما تشاركوش مشاكلكم مع الناس، لان الناس عندها مشاكل، كل واحد عنده اللي مكفيه، فما تحاولش تضغط على غيرك. حاول لما يكون عندك مثلا مشاكل اخرج بره البيت، اتمشى شوية، روح اتمرن، الكلام ده هتلاقي نفسك بعد شوية ارتحت. بس بلاش تطلع الكلام ده على اطفالك لو عندك اطفال، او مثلا تدخل على واحد بيعمل فيديوهات وتكتب له تعليقات سلبية. الكلام ده مش حلو علشانك. من الحاجات اللي انا بحب اعملها يوم الاجازه ان انا اغسل العربيه بايدي. زي ما انتم شايفين كده جايب حاجات دي عشان تغسل بيها العربيه، ودي تنشف بيها العربيه، دي بقى تمام للتراب اللي هنا مثلا. زي ما انتم شايفين كده الحاجات اللي انتم شايفينها دي التلاتة $3 من ابلكيشن تيمو. والله ابلكيشن حلو جدا، الحاجات جودتها حلوه يعني. دخلت على الابلكيشن اللي اسمه تيمو ده، لقيت الحاجه كلها رخيصه، وقلت اشتري حاجات رخيصه الاول مثلا للعربيه زي ما شفتوا كده، واشوفها هتوصل ولا لا. في اسبوعين الحاجه جات لي عند البيت، وجبت لواحد صاحبي ساعه، هو بيحب الساعات السبورت وكده، ساعه جميله جدا سعرها حوالي $10. بقى تشرب القهوة بتاعتك هنا على الطريق العام وتتبسط، وبسعر رخيص جدا. 2 اسبريسو بحوالي $3. جايين بقى هنا عشان نستكشف الحاجات اللي جبناها من تيمو تنفع ولا لا. نغسل العربية زي ما انتم شايفين كده، كل واحد بيغسل عربيته بايده. وصلنا المغسلة عشان نغسل العربية، بالظبط محتاجة حوالي 5 لاري، حوالي $1.90، وتبقى عربيتك نظيفة جدا. يلا بينا. دي بقى مرحلة الصابون، تعالوا نشوف مع بعض هتبقى عاملة ازاي. نسيب الصابون دقيقة أو دقيقتين كده عشان ينزل الوساخة اللي على العربية، وبعد كده نغسلها بإيدنا. أول حاجة إيه، نبدأ بالكبوت. أنا عندي الكبوت هنا كربون فايبر زي ما انتم شايفين بقى، ودعك حلو جدا. طالما بتحب عربيتك هتغسلها بايدك. بروح ادفع فيها فلوس كتير، هنا الغسيل بحوالي $8-9. الشنطه كمان كربون فايبر، هنا لازم اهتم بكل التفاصيل زي ما شايفين كده، ولا اجدع مغسله. العربيه بتلمع. مرحله التنشيف دلوقتي، وبعد كده هندخل ننضف العربيه من جوه في المكان ده. دلوقتي بقى هننضف العربية من جوه، في زي مكنسة بتشفط التراب اللي جوه، دي بقى عشان الحاجات اللي هنا والتراب وكده. العربية اتغسلت من جوه ومن بره، وكلفتنا بالظبط حوالي $1.90. عشان تعرفوا المصريين عاملين قلق في جورجيا. يلا بينا. تعالوا بقى نتمشى مع بعض ونشوف الخضار اللي موجود في تبليسي هنا في عاصمة جورجيا عامل ازاي. زي ما احنا شايفين الاجواء كده، طبيعة وجمال مفيش بعد كده. اللي قدامنا ده فندق الشيراتون، وزي ما انتم شايفين مظبطين الاماكن اللي حواليه كلها، وقدام الشيراتون في بارك كبير. الجمال والخضار في كل مكان. ونشوف بقى الاطلالة من هنا عاملة ازاي. انا بحب اجي المكان جدا هنا، لان المكان هنا فيه اطلالة مفيش بعد كده. الناس بتيجي تقعد هنا، الجو حلو، في كراسي، المكان نضيف جدا. الاطلاله هتشوفوا الاطلاله عامله ازاي، مفيش بعد كده. زي ما احنا شايفين كده المكان ولا اروع. الاطلاله كده زي ما انتم شايفين حاجه من الاخر. شايفين تبليسي كلها من هنا. تبليسي يا جماعه وجمالها. زي ما احنا شايفين الهواء النهارده جميل جدا، في مكان طبيعي
في وسط البلد، ايه تاني هيكون احسن من كده؟ جورجيا حرفيا جميلة بمعنى الكلمة. خلصنا تمشية، نطلع نتغدى كده سندوتشين سيزر سالاد من الآخر في مكان ولا أروع. المكان ده اسمه تيما، بيعمل سندوتش سيزر سالاد سعره حوالي $4.80 بس سندوتش من الآخر، مش هتاكله في أي حتة غير في المكان ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وهحاول اكتر من الفلوجات دي شوية بحيث ان انا اوريكم يومي ويوم الاجازة ماشي وعامل ازاي. سلام.